ارتدت من حيدر ماجد مقطوعة وتسديدة جول. كرة جميلة جميلة من إبراهيم غازي يسجل هدف الشخص الرابع هذا الموسم بالدقيقة 30 من عمر المباراة. بالدقيقة 30 من عمر المباراة اللاعب إبراهيم غازي من كرة جميلة إلى سقف المرمى يدرك التعادل بالدقيقة 30 ويسجل هدف الشخصي الرابع بعد أن سجل في شباك النفط من ركلة جزاء والكهرباء والأمانة يسجل في شباك القاسم هدف التعادل بالدقيقة 30 من عمر المباراة. 1-1 الآن 1-1. شوف الكرة من جديد، شوف من خارج منطقة الجزاء تسديدة رائعة إلى يعني باعتقادي أحمد شاكر يتحمل مسؤولية هذا الهدف. أحمد شاكر يتحمل مسؤولية هذا الهدف. ركنية الآن لمصلحته وجول. جول أيضا إبراهيم غازي يدرك التعادل بالدقيقة 45 من عمر المباراة. 45 إبراهيم غازي يدرك التعادل، وأيضا للمرة الثانية من شاهد الهدف وراح نشاهده بالإعادة أكيد. وهدف تعادل من ركنية يسجل هدف الشخصي الخامس في هذا الموسم. شوف الهدف الشخصي الثاني في لقاء اليوم. شوف الكرة اللعبت وكرة وإبراهيم يلعبها إلى سقف المرمى. شوف بحركة لعب جميلة يدرك من خلالها التقدم أو التعادل لفريق الحدود. كرة حلوة من إبراهيم غازي يسجل من خلالها هدف الشخص الثاني في المباراة والخامس إلى كرة جول. هاتريك. لا اللي سجل اللاعب رقم 18 حسين جاسم يسجل الهدف الثالث في الحدود بالدقيقة 47 من عمر المباراة. حسين جاسم من ركلة حرة. شوف الكرة ترتطم وتعانق الشباك وحسين جاسم يسجل هدف جميل يسجل حسين وتمر من بين المدافع والمهاجم إبراهيم غازي، وحسين جاسم بيسارية ترتطم بالمدافع وتعانق الشباك ويعلن تقدم الحدود ب3 أهداف مقابل هدفين لفريق القاسم. هدف التقدم بالدقيقة 2 من عمر شوط المباراة.